في إحدى القرى البعيدة، عاش رجل طيب مع بناته السبع في منزلهم المتواضع. كانت أم البنات متوفية، لذا اهتمت الفتيات بوالدهم وأشغال المنزل خير اهتمام. كان الرجل بسيطا في حياته، لكنه كان رجلا قنوعا حامدا لله على كل شيء، خاصة وأنه رزقه الله ببنات جميلات وماهرات اهتممن به، ولم يحس بالوحدة أبدا بعد رحيل زوجته. كانت بناته السبع يعملن ويساعدن والدهن في كل شيء، ولم يشتكين يوما بساطة حياتهن أو صعوبتها. وكان من عادة والدهن الذهاب لسوق القرية كل أسبوع لشراء حاجات البيت، كما كان من عادته أن يسألهن عما يردن من السوق فيطلبن أشياء بسيطة. كان الأب يحب بناته السبع كثيرا، لكن البنت الصغرى كانت الأقرب إلى قلبه، لأنها كانت صغيرة جدا عند وفاة أمها، فلم تشبع من حنانها، لذا كان يشفق عليها ويفضلها أكثر من بناته الأخريات. وذات يوم عندما كان الأب يهم بالذهاب إلى السوق كعادته، سأل ابنته الصغرى عن ماذا تريد أن يحضر لها من السوق، فقالت ببراءة وبساطة: أريد وردة حمراء لكي أقوم بغرسها يا أبي وأشم عبيرها. فقال الأب: حسنا، ليكن ما تريدين. ثم سأل بناته الأخريات، فقالت الكبرى: نريد أيضا ورودا حمراء. فقال الأب: لا، أختكم الصغيرة هي من طلبت وردة حمراء، لذا اختاروا ألوانا أخرى غيرها. عندها طلبت كل واحدة لونا مختلفا عن الأخرى، فاختلفت الألوان بين الأبيض والأزرق والأصفر والبنفسجي والوردي والبرتقالي. فوافق الأب وانطلق إلى السوق، وبقيت البنات في المنزل بعد ذهاب الأب. فقالت البنت الكبرى: لماذا دائما يفضل أبي أختنا الصغيرة؟ حتى طلباتها دائما مجابة، رغم أنها لا تعمل إلا أعمالا بسيطة، أما نحن فنقوم بكل شيء من غسل وطبخ وتنظيف. فوافقتها أخواتها، وبدأن يكدن لأختهن الصغرى المكائد. عاد الأب من السوق وهو يحمل لكل واحدة من بناته الوردة التي طلبتها، فقمنا بغرسها والعناية بها. لكن الوردة الحمراء كانت أجملهن، فقد كبرت وأينعت، وكان شذا رائحتها يشم من بعيد. فأصبح والدهم يلقب ابنته الصغرى بالوردة الحمراء، مما زاد من كره أخواتها لها. وذات يوم اتفقت البنات على التخلص من الوردة الحمراء، فطلبن من والدهن السماح لها بمرافقتهن إلى الحقول للتنزه والتمتع بالطبيعة. لكن الأب رفض خوفا عليها، لأنها لا تزال صغيرة وقد تؤذي نفسها أو تسقط أو تتوه في الغابة. لكن البنات أصررن عليها، وهن يؤكدن على العناية بها لأنها أختهن الصغرى المدللة. فوافق الأب مجبرا، خاصة بعدما شاهد الوردة الحمراء وهي سعيدة بالنزهة مع أخواتها. انطلقت البنات إلى الحقول وهن يغنين، سعيدات تاركات والدهن في البيت وهو قلق ولا يعرف لقلقه سببا. وعندما وصلت البنات إلى الحقول لعبنا وغنينا واستمتعن بوقتهن بين الأزهار والفراشات، وتعالت ضحكاتهن. وعند اقتراب المساء وحان موعد عودتهن، التفتت البنات حول أختهن الصغرى التي كانت قد نامت من شدة التعب، وهن يخططن للتخلص منها. فقالت واحدة منهن: لنتركها هنا فتتوه وتضل طريقها. فقالت أخرى: لا، بل نتركها في أحد الكهوف. فتكلمت أخرى: لا، بل نأخذها إلى الغابة ونتركها فتفترسها الحيوانات البرية. وهنا تكلمت البنت الكبرى قائلة: لا هذا ولا ذاك، بل سنقتلها ونتخلص منها نهائيا. فقالت الأخريات بدهشة: نقتلها؟ هذا أمر لا تقدر عليه أي واحدة منا. فقالت الكبرى: أنا أستطيع، أعرف أنكم جبناء. وهنا استلت سكينا كبيرا كانت قد أحضرته معها، وقامت بحز عنق الوردة الحمراء، ثم ساعدتها أخواتها ووضعنها في حفرة وأهالوا عليها التراب وكأن شيئا لم يكن. رغم خوفهن ورعبهن مما حدث، تأخرت البنات في العودة للبيت، ما أطار خوف والدهم، فبقي ينتظر عند الباب. وعندما شاهدهن ركض إليهن ليطمئن عليهن، فتلقى الخبر كالفاجعة، ولم يصدق أن ابنته اختطفها حيوان مفترس وسحبها إلى الغابة. رغم محاولة البنات بكل قوتهن مساعدتها، لكن الحيوان كان أكثر قوة وسرعة، وأقنعنه بالبكاء والحزن عليها.
صبر الأب على ما أصابه ووكل أمره إلى الله، وكان كل يوم يسقي الوردة الحمراء ويعتني بها كذكرى من ابنته المحبوبة، يبقى جالسا قربها حزينا. وهناك في الحقول حيث دفنت الوردة الحمراء كان أحد الرعاة يرعى غنمه، وعندما تعب جلس ليرتاح على ربوة صغيرة من التراب، وفجأة سمع أنينا حزينا وصوتا ضعيفا يقول: أيها الراعي، أيها الراعي، إياك أن تعطبني، أنا الوردة الحمراء التي أسال دمي. تفاجأ الراعي مما سمع وأحس بالرعب، وعاود الجلوس ليتأكد من أنه لا يتخيل، فعاد نفس الصوت، وهنا ركض نحو غنمه يجمعها ويسوقها بعيدا خوفا مما سمع. انتشر خبر الصوت القادم من تحت التراب حتى وصل إلى والد الفتيات عندما كان في السوق، فسأل عن المكان فدلوه عليه وذهب مسرعا. وعندما وصل لمس التراب فسمع الصوت الذي لطالما اشتاق إليه قائلا: يا أبي، يا أبي، إياك أن تعطبني، أنا الوردة الحمراء التي أسال دمي. وهنا تأكد أن هذه ابنته، فسألها: من فعل هذا بك؟ فسكت الصوت. عندها عرف الأب أن بناته هن من فعلن هذا، فعاد للبيت وأحضرهن جميعا إلى القبر، وطلب من كل واحدة الجلوس أمامه، فجلسن تباعا واحدة بعد أخرى. وكلما جلست واحدة صاح الصوت: يا أختي، يا أختي، إياك أن تعطبيني، أنا الوردة الحمراء التي أسلتم دمي. وعندما وصل دور البنت الكبرى وجلست على القبر صاح الصوت: يا أختي، يا أختي، إياك أن تعطبيني، فأنا الوردة الحمراء التي أسلت دمي. وهنا عرف الأب أن ابنته الكبرى هي قاتلة ابنته المحبوبة، فغضب غضبا شديدا وكاد أن يقتلها لولا أن اهتز القبر وتحرك التراب، وخرجت الوردة الحمراء مدرجة بدمائها وسط ذهول الجميع، وقالت لوالدها: لا يا أبي، لقد كشف الله الحقيقة، فلا تؤذي أختي، فأنا قد سامحتها، ويكفي أنك وجدتني وعرفت طريقي. فبكت البنات واعترفت بما فعلنا، وطلبنا السماح من أختهن الصغرى التي سامحتهن. وعاد بها والدها إلى البيت، فعالجتها أخواتها من جراحها، واعتنينا بها حتى شفيت، وعادت المحبة بينهن، وعاد والدهن مطمئن البال على بناته السبعة.